السؤال رقم واحد: المركبة اللي الصيانة ديالها ناقصة كتسبب في التلوث بشكل كبير. نعم جاوب واحد، لا الجواب جوج. كتزيد في استهلاك الوقود بشكل كبير. نعم جاوب ثلاثة، لا الجواب ربعة. الجواب صحيح واحد ثلاثة. المركبة اللي الصيانة ديالها ناقصة، يعني السيارة ما كنراقبهاش ما كنصايبهاش، راه كتسبب في التلوث بشكل كبير، كتلوث وكتستهلك الوقود بشكل كبير. إذا الجواب صحيح واحد وثلاثة. السؤال رقم جوج: على بعد 150 متر غادي نلقى علامة قف. جواب واحد. إعطاء الأسبقية. جواب جوج. الوقوف غادي يكون إجباري. نعم جواب ثلاثة، لا الجواب ربعة. الجواب صحيح جوج ربعة. هنا عندي علامة ديال إعطاء الأسبقية. في حالة إلا كانت مكتوبة قف تحت العلامة راه غنلقى علامة قف، لما كانت مكتوبة راه ما غنلقاهاش. إذن هاد العلامة ما مكتوباش فيها قف. إذن غادي نلقى على بعد 150 متر غادي نلقى علامة ديال إعطاء الأسبقية، والوقوف ماشي إجباري حيت ما عنديش قف. الوقوف ما غاديش يكون إجباري. جواب صحيح جوج ربعة. السؤال ثلاثة: عن اصطدام قوي يمكن لهاد الأمتعة تحول لقذائف قاتلة. صحيح الإجابة واحد، خطأ الإجابة جوج. جواب صحيح هو واحد. هنا عن اصطدام قوي، راه هاد الأمتعة هادي اللي كتبان لي هنا في السيارة راه يمكن تحول لقذائف مميتة، يعني تقدر ترمى على السائق أو الركاب. إذا الجواب واحد. السؤال أربعة: قربت من ملتقى طرق دوراني. نعم جواب واحد، لا الجواب جوج. كنت واجد في المسلك المناسب باش نمشي لطنجة. نعم جواب ثلاثة، لا الجواب ربعة. الجواب صحيح واحد ثلاثة. هنا قدامي هاد العلامة ديال الإرشاد كتبين بأني قربت من ملتقى دوراني، وهنا إلا بغيت نمشي لطنجة خاصني نكون شاد اليمين، لأن طنجة كاينة على اليمين. في هاد الحالة أنا شاد اليمين ديالي، إذا مكان مناسب باش نمشي لطنجة. جواب صحيح واحد ثلاثة. السؤال خمسة: في هاد الحالة مسافة الوقوف كتنقص. جواب واحد. كتزيد. جواب جوج. كتبقى نفسها. جواب ثلاثة. هو جوج. مني كتكون الشتا مسافة ديال الوقوف راه كتزيد، الالتحام ديال العجلات مع الطريق كينقص، والمسافة الوقوف كتزيد. الجواب جوج، وكتدوبل جوج ديال المرات، كتضاعف جوج مرات. السؤال ستة: هاد اللوحة كتشير نهاية طريق السيار على بعد 1000 متر. جواب واحد. الخروج من طريق السيار على بعد 1000 متر. جواب جوج. الجواب صحيح هو جوج. بالنسبة لهاد العلامة كتقول على بعد 1000 متر غنوصلوا الخرجة اللي كدي العين عتيق، يعني العلامة أو هاد اللوحة راه كتشير الخروج من طريق السيار، ما كتقولش نهاية طريق السيار. إذا الجواب صحيح هو الجواب رقم جوج، الخروج من طريق السيار على بعد 1000 متر. السؤال سبعة: باش يسهل التقابل في هاد الطريق الضيقة من واجب نوقف أنا الأول
إلا دعات الضرورة. الصحيح الإجابة 1، خطأ الإجابة 2. الجواب الصحيح هو 1. هنا فيها الطريق الضيقة، عندي واحد الشاحنة جاية وكيبان لي بأنها الطريق راه هابطة، هاد الطريق ماشي مقادة. إلا دعات الضرورة راه أنا اللي نوقف الأول، أنا هابط في الهبطة، خاصني نسهل المرور على الشاحنة. الجواب 1. السؤال 8، السير في هاد الطريق ممنوع على الحافلات. جواب 1. الشاحنات. جواب 2. الشاحنات الصغيرة. جواب 3. الجواب الصحيح 2 3. بالنسبة لهاد العلامة راه كتمنع الشاحنات بصفة عامة، كتمنع الشاحنات الصغيرة وكتمنع الشاحنات الكبيرة. الحافلات راه يمكن لهم يدوزوا، إذا السير في هاد الطريق ممنوع على الشاحنات وعلى الشاحنات الصغيرة. جواب صحيح 2 3. السؤال 9، الاستماع الموسيقى بصوت عالي يقدر يشوش على السياقة. صحيح الإجابة 1، خطأ الإجابة 2. الجواب الصحيح هو 1. الاستماع الموسيقى بصوت عالي راه يقدر يشوش على السياقة. إلا كان السائق صيق وزيد الموسيقى بصوت عالي راه تقدر تشوش عليه. الجواب 1. السؤال 10، ما خاص الحمولة ديال السائق تغطي الرؤية. الصحيح الإجابة 1، خطأ الإجابة 2. جواب صحيح هو 1. هنا هاد الحمولة اللي كنوضعها في الخلف راه ما خاصهاش تحجب عليا الرؤية. إذا الجواب صحيح الجواب رقم 1. السؤال 11، هاد العلامة كتخص فقط سائق المركبات المتوقفة. جواب 1. فقط سائق المركبات اللي في حالة سير. جواب 2. كل سائقي مركبات متوقفة واللي في حالة سير. جواب 3. جميع الركاب. جواب 4. الجواب صحيح 3 4. بالنسبة لهاد العلامة ديال الحريق راه كتخص كل سائقي مركبات متوقفة واللي في حالة سير، يعني راه غتعني السيارات اللي كيكونوا متوقفين والسيارات اللي غاديين في الطريق، وكتعني جميع الركاب، يعني غنديروا 3 و4. السؤال 12، المعلومات اللي كتوفر هاد الإشارة هي نفسها ديما. نعم جواب 1، لا الجواب 2. جواب صحيح هو 2. بالنسبة لهاد العلامة الإلكترونية راه ماشي دائما كتحدد لنا حاجة وحدة، ماشي دائما كتكون هنا نفس الحاجة. راه ممكن هاد العلامة تحدد لنا مسافة الأمان، ممكن تقول لنا ربطوا حزام السلامة أو لا أشغال. إذا واش المعلومات اللي كتوفرها هاد الإشارة هي نفسها ديما؟ كنديروا لا. جواب 2. السؤال 13، بعد ما سلمت رخصة السياق الملغاة بسبب فقدان جميع النقاط ما يمكنش ليا نجتاز امتحان من جديد إلا بعد 3 شهور. جواب 1. 6 شهور. جواب 2. 9 شهور. جواب 3. 12 شهر. جواب 4. جواب صحيح هو 2. هنا بعد ما سلمت رخصة السياقة الملغاة، يعني إلا عندي رخصة السياقة ومشاو لي جميع النقاط وتلغات رخصة السياقة، باش نعاود نجتاز رخصة السياقة من جديد كنتظر 6 شهور. من بعد 6 شهور عاد كنعاود نجتاز رخصة السياقة. جواب 2. السؤال 14، يمكن لي نوقف بين هاد 2 علامات. نعم جواب 1، لا الجواب 2. جواب صحيح هو 2. بالنسبة ما بين هاد العلامات راه ما يمكنش نوقف، غنغطي العلامات. طريق ضيقة منعرج
إذا ما يمكنش نوقف. جواب صحيح، الجواب رقم جوج. 16. ملي كتزيد في السرعة مجال ديال الرؤية كيكبر. جواب واحد. كيصغر. جواب جوج. ما كيتغيرش. جواب 3. جواب صحيح هو جوج. ملي كتزيد في السرعة، ملي كنمشي بواحد السرعة كبيرة، المجال ديال الرؤية اللي هو الشوف ديال السائق كيصغر، ماشي كيزيد اولا ما كتغيرش. اذا كينقص، كيصغر. الجواب جوج. السؤال 16. بصفة عامة، من واجب على كل شخص حاصل على رخصة السياقة الخضوع لفحص طبي كل 5 سنين. جواب واحد. 10 سنين. جواب جوج. 15 عام. جواب 3. جواب صحيح هو جوج. هنا كل شخص حاصل على رخصة السياقة خاصو يخضع للفحص الطبي كل 10 سنين. يعني هاد رخصة السياقة راه كنجدوها كل 10 سنين، ومني كنبغي نجدد رخصة السياقة راه كنخضع للفحص الطبي. إذا الفحص الطبي كيتجدد كل 10 سنين. جواب جوج. السؤال 17. السبب الرئيسي ديال انفجار الإطار المطاطي هو التآكل. جواب واحد. الضغط الهواء منخفض الإطار. جواب جوج. جواب صحيح هو جوج. هنا السبب الرئيسي اللي كيخلي العجلة تنفجر هو الضغط الهوائي منخفض. إلا كان ضغط العجلة ناقص هو اللي كيخليها تنفجر، ماشي التآكل. إذا هنا الجواب الصحيح هو الجواب رقم جوج. السؤال 18. هاد العلامة كتمنع الولوج. الحافلات. الجواب واحد. الشاحنات. الجواب جوج. المركبات اللي كتحمل بضائع خطيرة. الجواب 3. المركبات اللي كيفوت العرض ديالها 2 متر ونص. الجواب 4. الجواب صحيح 3 4. بالنسبة لهاد العلامات راه كيمنعوا المركبات اللي كتحمل بضائع خطيرة اللي هي العلامة اللي في الأسفل، والمركبات اللي كيفوت العرض ديالها 2 متر ونص. أما الحافلات راه غيدوزو، والشاحنات اللي ما كيحملوش المواد الخطيرة حتى هما غيدوزو. إذا الجواب صحيح 3 4. السؤال 19. ملي كيكون الازدحام في حركة السير المركبة كتستهلك أكثر. نعم. جواب واحد. لا. الجواب جوج. كتلوث أكثر. نعم. جواب 3. لا. الجواب 4. الجواب صحيح 1 3. ملي كيكون الازدحام في حركة السير المركبة راه كتستهلك أكثر، يعني كتبقى واقفة والمحرك خدام، كتستهلك الوقود أكثر وكتلوث. المحرك كيبقى خدام كيلوث. جواب صحيح 1 3. سؤال 20. أنا في مسلك مناسب باش نتجاوز هاد العربة. نعم. جواب واحد. لا. الجواب جوج. نزيد في السرعة باش نتجاوز هاد العربة. نعم. جواب 3. لا. الجواب 4. الجواب صحيح 2 4. هاد المسلك اللي أنا فيه هو ديال السير ماشي ديال التجاوز. التجاوز هو ديال اليسر. إذا واش أنا في مسلك مناسب باش نتجاوز هاد العربة كندير لا، واش نزيد السرعة ونتجاوز كندير لا. جواب صحيح 2 4. التجاوز ما كيكونش من اليمين، كيكون من اليسار.